السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اسباب احتراق الموتوسيكل لوحده؟ حلو كده بدون مقدمات، عشان الناس اللي بتقول مش عايزين مقدمة طويلة عشان الباقة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد او بعض الاخوة بعتوا لي فيديو، وفي ناس عملت لي منشن على فيديوهات، موتوسيكل والع دخن لوحده. بعدها بيومين ثلاثة لقيت واحد جاي لي الورشة بيقول لي يا شيخ احنا كنا معمرين موتوسيكل، عمرنا الموتور فوق وتحت، وبعد ما عمرناه وخدناه نلينه في الجراج، الصبح نزلنا لقينا الموتوسيكل والع. فقلت له لا، الضفيره سايحه والع، الضفيره سايحه مدخنه ولا والع والع؟ قال لي لا والع خالص، متفحم، البنزين والتانك والموتور وكل حاجه متفحمه بالكاوتش بكله. طيب ده بقى اضطرني ان انا اعمل الفيديو ده النهارده. ايه اسباب احتراق الضفيره او احتراق الموتوسيكل؟ اول حاجه تلامس الارض والكهرباء في بعض. يعني ايه؟ يعني الضفيره ممتازه، انا جايب موتوسيكل جديد حلو، انا ما دخلتش لسه في ايه، في امكانيات زياده اهو ان انا هحمل، لا، ما فيش اي ضغط على الضفيره، ولكن وانا بقفل الموتوسيكل او بقفل قطعه في الموتوسيكل زنقت السلوك تحت المسامير، فبربط بالمفتاح سلك اتزنق فين، في الشاسيه مثلا، او تحت التانك، او تحت الفبر. المهم ان سلك من الكهرباء لمس في جسم الموتوسيكل او اتهرى فبقى رفيع، بقى الضغط عليه كتير، ده ممكن يعمل لي مشكله في الضفيره معايا تسخن وتسيح. ده رقم واحد. تقفيلي تمام وكل حاجه انا مظبطها وزي الفل. نقدر نقول بقى الحاجه التانيه اللي هي الضغط على الاسلاك. هو لما مديلك اي موتوسيكل مديلك الاسلاك بتاعت الضفيره تتحمل جهد كهربائي معين. حضرتك لما تحمل عليها اقوى من الحموله بتاعتها بتضعف السلك وبيسخن. لما بيسخن العازل اللي عليه الجلد ده بيسيح، ساح بيلمس ارض في كهرباء فبتدخن، ففي نفس الوقت ممكن تعمل مشكله. طيب الحموله الزياده دي بتيجي بناء على ايه؟ يعني ايه حملت زياده؟ صح كده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه تحط لمبات اضاءه زياده، سريات زياده، كلاكسات زياده، اجهزه، طقم صوت، فلاشرات، كل ده حموله زياده على الضفيره والاسلاك. طب ما في ناس حطها وما بيحصلش حاجه. لا، ما هو في طريقه حط غير حاجه تانية. يعني في واحد بيشتغل صح وواحد ما بيشتغلش صح. في واحد بيحمل كل الاجهزه ديت على الضفيره، ده لازم تولع منه. ده حصلت مش قدامي، ده حصلت انا اعرفه شخصيا وهو اللي حكالي، وكان كهربائي كمان. تمام، الضفيره ولعت منه، يعني هو اللي عامل الشغل لنفسه، ولعت منه وهو راكب المكنه. ليه؟ حملت حموله زياده قوي على الاسلاك، وهو السلك اصلا نص ملي. تمام، حتى لو ملي، احنا لما نحط كتاوت بقول لك هات سلك 2 ملي للكتاوت ويبقى دايره منفصله عن الضفيره. تمام كده؟ فلازم تاخد بالك من الحته دي كويس، يبقى ما تحملش على الضفيره، ما تحملش على الاسلاك حاجه. لما تيجي تغير كتل او ضفيره تجيب الاصلي، ما تجيبش الشعبي حاجه اي كلام، شركه مش يعني ايه، مجهوله الهويه. تجيب حاجه نظيفه. هو في السوق اصلي، السوق المصري في حاجات تيبيكال صحارى. على فكره الاصل واللي مش اصلي كله استيراد، ولكن في تيبيكال صحارى. تمام كده؟ طيب الولعه دي كان احنا عرفنا بتدخن وحموله. هقول لك بقى، هي لو دخنت او الحموله مع خرم في تانك البنزين، او تهويه في حنفيه البنزين، او الحنفيه جامده بس في تسريب. بيجي من ايه التسريب؟ الناس اللي بتقول لك الحنفيه انا مجمدها ومرت عليها بس بتسرب بترشح بتعمل لي علامات بنزين حواليها، اقدر اقول لك يا باشا ان في عندك حاجه اسمها اولسيه، استك، جوان جلد، بتحط جنب المصفى، حوالين المصفى في الحنفيه. لازم تاخد بالك من الحته دي كويس، ده بيعمل لك رشح. تمام، احيانا بيجي الرشح من الجلده او الاولسيه او الاستك اللي تحت العوامه، عوامه البنزين. ناس كتير جدا بتأهمل في الحته ديت مش في دماغها. تمام، احيانا التانك نفسه بيبقى مخروم، ويا عم الحم بايه، اللي هو المعجون الحديد اللي هو 2 في 1. طب ماشي، لما تلحم الحم صح، لكن هتلحم اي كلام على الوسخ هيعمل رشح، فاي حراره جنبه هيعمل ولعه. تمام كده؟
يبقى انا عندي اهم حاجه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، الموضوع ده مهم جدا ولازم تطول بالك شويه، معلش يعني قصرت معاك الباقه بس طول. اول حاجه قفل كويس وخلي بالك من اسلاك الضفيره، خليها حره الحركه ورا وقدام، جميع الاسلاك حره الحركه، ما تكونش مشدوده. تمام. 2، لما تركب اي حموله على حاجه خارجيه هتحمل على الضفيره، يبقى حاجات انت يعني سيريا 2 حاجات معروفه. طب لو هتحمل على الضفيره حاجات، الافضل تعمل ايه؟ كتاوت، كتاوت نور، كتاوت كلاكس، عشان ما تحملش على الاسلاك. تمام كده. والافضل يكون فرع خارجي خالص الضفيره، ده افضل. 3، وده الاهم، لان هي لو دخلت الضفيره سهله، لكن الاهم بقى التاكد من صلاحيه وجوده تانك البنزين. ما ينفعش تمشي بتانك مده صلاحيته انتهت، مخرم من كل ناحيه، ملحوم 30-40 لحام، الظروف صعبه. هات واحد مستعمل، مش لازم يكون بتاع نفس الموتوسيكل. تمام. يبقى صلاحيه الموتوسيكل اللي التانك تاخد بالك منه، البنزين، حنفيه البنزين الجوان بتاعها، عوامه البنزين، يبقى التانك مفيش بنزين حوالينا خالص، مفيش. لما تروح تفول تسيب لترين 3، ما تفولهمش، ما تفولش للنهايه. تمام كده. يبقى ده كده الحاجه الخاصه بالبنزين. الكربونات ما يرشحش منك، خرطوم البنزين ما يرشحش منك، انا مش عايز بنزين باين على جسم الموتوسيكل خالص من الاخر. تمام كده. ثم ظبطنا البنزين وكل حاجه تمام، خش على الكهرباء. مش عايز حموله على الضفيره نهائي، ومش عايز سلك في الضفيره متعري، ومش عايز سلوك لامسه بعضها، ومش عايز ضفيره مشدوده جامد على جسم الموتوسيكل. ليه؟ عشان ما يبقاش في عندي مس ما بين ارض وكهرباء. تاخد بالك من كهرباء البطاريه وكهرباء لايت المارش، لان الاتنين دول كهرباء مباشر، والاتنين دول ممكن مطب الكلام ده لو مش ثابتين كويس في جسم الموتوسيكل يأثر، يلمس في الشاسيه، يعمل لك قفله. في حاجه مهمه جدا، الناس اللي بتلغي الفيوز. شفت ناس لغى الفيوز. طب يا استاذنا انت لاغي الفيوز ليه؟ قول لي والله ركبتها كذا مره وبتتحرق على طول، اول ما اعمل كذا بتتحرق. ايوه يا باشا، طب ما انت اللي مزود حمل على البطاريه، انت اللي مزود حمل على الضفيره. الضفيره بتسخن بتحرق الفيوز، ما هي الفيوز مهمتها ايه؟ حمايه الدايره. تمام. يبقى انت لازم تعمل ايه؟ بتقول لي ما تزعقش يا عم، والله العظيم على فكره انا متنرفز عشانك انت، انا بتضايق لما حد يخسر. وبعدين لما تخسر موتوسيكل ما مش مشكله، لكن لما يكون واحد قاعد عليه ويتضر. تمام. فصلى على النبي عليه الصلاه والسلام كده واهدى. عايزك التانك، الحنفيه، العوامه، الفلتر بتاع البنزين ده بتغييره وظبطه، الكربراتير، الوصله بتاع الكربراتير، الكلام ده كله مفيش بنزين بره. الضفيره، اسلاك الضفيره شيك عليها في الصيانه الدوريه كده ايه، مفيش حاجه ملمسه. البطاريه، لايت المارش، الفيوز، مفيش حاجه محمله بقى طقم صوت والكلام بتاع العيال ده، لا. تمام. هتحط حاجه زياده زي لمبه كلاكس الكلام ده، حط لها كتاوت وحاجه خارجيه. تمام. ده احسن لك انت. ده كده كل شيء عن اسباب احتراق الموتوسيكل وكيفيه تفاديها. دمتم في امان الله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. شارك الفيديو عشان الناس تعمل ايه؟ تستفيد وما نوعش في المشاكل اللي بتحصل للناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.